المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائيات الارتياح نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأبرز العناوين. إصابة 16 مواطن بفيروس كورونا. الأشجار المغروسة في مدينة فورا بالنفير الجماهيري تصل إلى مرحلة جيدة. التبرع بالدم بمناسبة يوم العمال. تفجير انتحاري يستهدف قافلة لقوات الأمن الأفغانية في كابول. أكثر من 20 سفينة حربية روسية تشارك في مناورات بالبحر الأسود. وحريق كيب تاون يستعصي على الإطفاء ويلتهم مبادئ تاريخية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 21 من أبريل في مراكز العزل بأقاليم الكشبركة والأوسط والجنوبي إصابة 16 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 8 من الإصابات في أسمر الإقليم الأوسط، و7 في الكشبركة، 5 منها في أديبرة، و1 في كرمايكا، و1 في علي قدر، وكذلك 1 في مندفر الإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 48 مريض كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات إقليم الكشبركة، وتم تسريحهم إلى منازلهم. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3564، شفي منها 3389، ووفاة 10 مرضى، ولا يزال 165 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من أبريل 2021. وصلت 14,000 شتلة غرست في أواخر عام 2020 بضواحي دانانلو ومالكا وأيرمال في مدينة فروم بالنفير الجماهيري إلى مرحلة جيدة. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الرنان نقلا عن منسقي البرنامج أن المهام المنجزة بالتعاون مع القيادة الوسطى ساهمت في غرس 5,000 شتلة في ضاحية دانانلو، و4,000 في مالكا، و5,000 في أيرومال من أشجار متنوعة. وأوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في المديرية السيد صالح إبراهيم كاكاي أن كل قرية خصصت حارسين لحماية الكشتول ونموها جيدا، وقد ساهم ذلك في حفظ وحماية التربة كالمطلوب. واشتملت أعمال النفير على أعمال مدرجات وحواجز قنواتية وحفائر، ولا زالت مستمرة تلك الأنشطة هذا العام بوتيرة متسارعة. وذكر السكان نجاح 90% من الشتول الموروثة بفضل تنفيذ برنامج التشجير اتباعا لإرشادات الخبراء، مؤكدين ضرورة رعايتها جيدا بتخصيص حراس من حتى تصل المرحلة الأخيرة. أفاد السكان والمهنيون الصحيون في مديرية دقة بأن المؤسسات الصحية المنتشرة في المديرية والمكونة من 5 مراكز صحية وعيادة واحدة تساهم في رفع وعي المواطنين حول سبل الاستفادة الجيدة من الخدمات الصحية التي تقدمها تلك المؤسسات الصحية، وما ساعد ذلك في تحقيق نتائج جيدة في مكافحة الأمراض. وأوضح مسؤول المركز الصحي المشيد في منطقة حشاكيتو الممرض ولد أبتس مريم أن التقدم المشهود في أعداد متلقو الخدمات الصحية نتاج للوعي الصحي المتنامي، وسوف يستمر العمل بفعالية حتى بلوغ المبتغى. وأشار الممرض ولد أب إلى أن الخدمات الصحية التي يقدمها المركز، وإضافة إلى الخدمات المقدمة عبر المؤسسات الصحية الأخرى والوحدات الصحية المتحركة، ظل يساهم في مكافحة الأمراض المعدية وتأمين صحة الأمومة والطفولة. وذكر المستفيدون من خدمات تلك المؤسسات الصحية انخفاض ظاهرة الأمراض التي كانت قاتلة وسائدة، مؤكدين عن جاهزيتهم لإنجاح الجهود الجارية لتوسيع وتطور الخدمات الصحية. تبرع عمال 24 مؤسسة في الإقليم الأوسط بأكثر من 300 كيس دم بموجب برنامج الكونفدرالية الوطنية للعمال للاحتفاء باليوم العالمي للعمال تحت شعار العمل للتنمية الخضراء.
وأجرت عملية التبرع بالدم من 9 وحتى 19 من أبريل بالتعاون بين الكونفدرالية وبنك الدم. وقالت مستشارة الصحة في بنك الدم الشابة حورية يعقوب أن أسبوع التبرع بالدم كان فاعلا، مشيدة بالمشاركة التي أبدتها المؤسسات والعمال. وذكر الشاب رخت هبتسيون الناشط في قسم التنظيم والتبرع بالدم في الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين للدم أن أسبوع التبرع بالدم الذي استمر ل10 أيام بمبادرة الكونفدرالية الوطنية للعمال كان استثنائيا من حيث التنظيم، وتشمل برامج التنمية التي وضعتها الكونفدرالية الوطنية للعمال في الإقليم الأوسط بمناسبة 1 من مايو أسبوع التبرع بالدم والتشجير في مواقع العمل والتشجير في منطقة ماي حصى وحملة النظافة في مستشفى روتا. تلقى 382 طالب حققوا نتائج عالية في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2019-2020 جائزة عندما سوء التي تقدم على مستوى الإقليم. وتلقى الجائزة التي قدمت يوم 18 من أبريل 45 طالب من الدغيح، و15 من الدخالة، و26 من عرزة، و109 من دك أمحري، و23 من دبروة، و9 من ابن حيلي، و2 من ماي عيني، و18 من ماي منم، و120 من مندفرة، و20 من سجنيتي، و4 من صنعفي، و1 من صرونة. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد جرماي جبرو أن الجائزة التي تقدم سنويا تهدف تشجيع الطلاب المتميزين وخلق التنافس الشريف بين الطلاب. من جانبه أوضح مدير مديرية مندفر السيد ياسو هبته أن تقديم الجوائز للطلاب يقوي روح المنافسة، داعيا الطلاب بذل الجهد لنتائج أفضل. وقدمت جائزة عند مسو منذ بدئها ل 1383 طالب في 6 دفعات. ساهمت الإرتريات المهتمات المقيمات في السويد بتبرع مالي قدره 22,832 كرونر لمستشفى الناسور الكائن في الإقليم الجنوبي، وكذلك مساعدات عينية لمرضى الناسور التي يتم مراعاتهن في المستشفى. وذكر مسؤول الإدارة والمالية في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي السيد فصحى سيونتس مريم أن الدعم المرسل بتنسيق السيدة بلاينيش ساميل المقيمة في ستوكهولم يساعد في إنجاز الأنشطة الجارية في مستشفى الناسور. وأشار السيد فصحى إلى أن الحكومة تقوم بتغطية جميع منصرفات مرضى الناسور التي يتم معالجتهن في المستشفى، وأن الدعم المقدم من المواطنين في الداخل والخارج يرفع من معنوياتهن. يقدم مستشفى الناسور الكائن في المستشفى المرجعي للإقليم الجنوبي الخدمات لكافة مرضى الناسور القادمات من جميع أنحاء البلاد. في غضون ذلك قدم فريق الاتحاد الوطني للمرأة الإريتريا في إقليم عنسبة في 16 من أبريل قدم دعما ماليا ل75 من المحتاجات وراعيات الأسرة. وشكرت مسؤولة المرأة في الإقليم السيدة أمينة حسن مقدمات الدعم من مدينة كرن. نشرتنا لا زالت مستمرة مشاهدينا الكرام من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم إلى الأنباء العالمية. قال مسؤولون أمنيون إن مفجرا انتحاريا استهدف قافلة لقوات الأمن الأفغانية في كابول. وقال المسؤولون إن من المحتمل سقوط الضحايا لكن العدد غير معروف بعد. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق أريان أن الهجوم انتحاري وأنه استهدف قوات الأمن الأفغانية لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وقال شهود من رويترز إن صوت الانفجار المدوي هز العاصمة الأفغانية وشهدت أعمدة الدخان من فوق أسطح المباني البعيدة. هذا وأعلن الجيش الأفغاني معطل 19 مسلحا وإصابة 6 آخرين في اشتباكات وقعت في إقليم أوروزجان.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن الأعداء الخمسة الذين ينتمون لتنظيم القاعدة متخصصون في تصنيع القنابل، وقتلوا خلال غارة جوية استهدفت مخبأ لحركة طالبان في هلمند. قال الأسطول البحري الروسي إن أكثر من 20 سفينة حربية من أسطول البحر الأسود الروسي قامت بتدريب مشترك مع أطقم طائرات هجومية تابعة لاتحاد القوات الجوية والدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية. وأشارت وكالة انترفاكس الروسية إلى أن هذه التدريبات كان مخطط لها وتم تنفيذها وفقا لخطة سيطرة قوات أسطول البحر الأسود خلال فترة الشتاء، وكذلك للتدريب على الخطة التكتيكية العامة لفحص المنطقة العسكرية الجنوبية. وقالت الوكالة أن السلطات الروسية فرضت قيودا على الرحلات الجوية فوق أجزاء من شبه جزيرة القرم والبحر الأسود خلال التدريبات، وذكرت أنه في وقت سابق تم نقل أكثر من 50 طائرة من المنطقة العسكرية الجنوبية إلى جمهورية القرم كجزء من التدريبات. ما يزال رجال الإطفاء في كيب تاون يكافحون للقضاء على امتدادات حريق اندلع على منحدرات جبل الطاولة، ومن بين ما التهمه المكتبة الجامعية ومبانٍ تاريخية وأخرى في تكرار للحرائق بالمدينة، ما يشكل قلقا مستمرا للمسؤولين. واشتعلت ألسنة اللهب في نوافذ المكتبة التي تضم أرشيفا ضخما، مما أدى لإحراق طابقين منها ومبانٍ أخرى من الحرم الجامعي، رغم قيام رجال الإطفاء بمحاولات مضنية لإخماد الحريق. وأكدت أرلين وير القائدة المسؤولة في خدمات الإطفاء بالمدينة أن الأضرار التي لحقت بالمباني التاريخية بما فيها مكتبة جاجر بالجامعة كبيرة جدا. ووفق مدير قسم السيطرة على الحرائق في منتزهات جبل الطاولة الوطنية فيليب برينز، فإن الرياح القوية عرقلت مروحيات الإطفاء عن القيام بعملها، مؤكدة أن أكثر من 250 رجال إطفاء تعاملوا مع ألسنة اللهب سريعة الانتشار من الأرض بسبب شدة الرياح. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناتجة عن استخدام الطاقة سترتفع بمقدار 1.5 مليار طن في عام 2021، وهي الزيادة السنوية الأعلى التي تسجل منذ تحول العالم بكثافة صوب الوقود الأحفوري بعد الأزمة المالية في عام 2010. وذكر التقرير أنه بدافع من الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري سيكون هذا الارتفاع أيضا هو ثاني أكبر زيادة سنوية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ بداية العصر الصناعي. ونسب تقرير إلى رئيس وكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول قوله أن الزيادة المتوقعة ستعكس معظم الانخفاض المؤقت في الانبعاثات الذي شهد في عام 2020، مما يطلق تحذيرا شديدا من أن التعافي الاقتصادي من أزمة كوفيد ليس مستداما. وتشير تعبيرات مراجعة وكالة الطاقة الدولية إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في طريقها للارتفاع بنسبة 5% تقريبا من عام 2020 إلى 2021. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.